السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة الأسرة. ازيكم عاملين ايه؟ والنهاردة جايبه لكم خبر هيسعدكم. بشرى سارة وزيادة بأثر رجعي لأصحاب المعاشات. يلا بينا نشوف التفاصيل. زيادة المعاشات أحد الأمور التي يتمناها الكثيرون من مستحقيه، وخاصة هؤلاء الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة من 2009 حتى 31 ديسمبر 2019، حتى حانت اللحظة الحاسمة وهم على موعد مع زيادة كبيرة منتظرة في المعاشات. كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بحكم تاريخي يقضي بدعم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 مع سقوط الجدول التاسع المنظم له، ويخص المعاش المبكر منذ 12 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019. بعد حكم المحكمة الدستورية لصالح مستحقي المعاش المبكر، تساءل أصحابها عن قيمة الزيادة والتي استحقوها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، ومن المقرر أن تتم تسوية المعاش للذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة ما بين 11 يونيو 2009 إلى صدور القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع شروطا جديدة خاصة بالخروج على المعاش المبكر. كما يتم تسوية المعاشات لأصحاب المعاشات والذين استقالوا في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. يستفيد من زيادة المعاش المبكر أكثر من 1.5 مليون من الذين خرجوا معاش مبكر خلال تلك الفترة، والتي جاءت ما بين يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019، وجاءت اشتراطات المعاش المبكر في القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه بداية من 1 يناير 2020 كالتالي: يجب انتهاء خدمة أو عمل الموظف بوصوله إلى سن 60، وأن يكون قد وصل إلى مدة الاشتراك التأميني والتي حددها قانون المعاشات، والتي تصل إلى 20 سنة فعليا، وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون، وبعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2025. بات الاشتراك التأميني شرطا أساسيا ورهن طلب العامل أو الموظف الخروج على المعاش المبكر أو الاستقالة من العمل والحصول على معاش، فحال لم يكمل الموظف مدة الاشتراك التأميني فلا يحق له الحصول على المعاش، وإن استقال حتى يبلغ سن 60 أو سن المعاش القانوني. أما عن موعد صرف شهر ديسمبر 2023، رسميا أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لأكثر من 11 مليون مواطن بالدولة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن زيادة قيمة العلاوة الاستثنائية، والتي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفها لأصحاب المعاشات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والتي تشهده البلد خلال هذه الفترة، حيث أصبحت قيمة العلاوة الاستثنائية بعد الزيادة الجديدة 600 جنيه. هي دي كان كل التفاصيل الموجودة في الفيديو. ياريت نعمل لايك ونعمل شير لأصدقائنا. لو في أي سؤال أو أي تعليق ممكن تكتبولي تحت الفيديو. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.